الوقت يمضي، سنصل لندن غدا. أنا قلقة ولا أعرف ما الذي سيكون في انتظاري هناك يا باتي. باتي! هذه الفتاة تدعى ماري لينوكس، فقدت والديها في ليلة واحدة بسبب مرض خطير وأصبحت وحيدة، لذا أرسل أقرباؤها في طلبها. وها هي تتجه من الهند البلد الذي ولدت وعاشت فيه إلى إنجلترا البلد الجديد الذي ستشاهده أول مرة. بيني، سوف تندم على هذا. اصمت، فهذه السيارة لي. حسنا، هذا يكفي. اذهبا وتشاجرا بعيدا، فأنا لا أحتمل أصواتكما. مزعجة. هل نسيت أنت من يزعجنا ويتطفل علينا ويرافقنا طوال هذه الرحلة؟ مللنا منك. لا تتكلم معي بهذه الطريقة الوقحة يا جيم. هل أهنت مشاعر الآنسة المحترمة؟ ماذا فعلت يا أحمق؟ لقد تحطمت. سوف تدفعين ثمن هذا غاليا. أريني ما الذي تستطيع أن تفعله. أيها الجبناء. الآنسة ماري تبقى وحيدة تظن نفسها جميلة لكنها غبية. ماري مجنونة تبقى وحيدة، مجنونة تظن نفسها جميلة لكنها غبية. بيني، ما هذه التصرفات؟ طلبت إليكما 1000 مرة ألا تزعجا الآنسة ماري. هذان الغبيان لا يزعجاني مهما فعلا. عزيزتي، اهدئي قليلا. أنت تعلمين أن هذه هي آخر ليلة لنا معا. غدا سنصل إلى إنجلترا ونفترق. أنا أفهم ما تشعرين به يا ماري وأعذرك. والآن هيا إلى النوم. تصبحين على خير. تصبحين على خير. تصبحون على خير. وصلنا أخيرا. أهلا بماري لينوكس. انظري، تلك المرأة تبحث عن فتاة تائهة تدعى ماري لينوكس. أتعرفينها؟ يبدو أنها مجنونة ولهذا فقد تاهت. جيم، بيني، اصمتا. وأخيرا سأرتاح من ثرثرة هذين المزعجين. دعينا ننزل يا ماري، المرأة تنتظر. الآنسة ماري لينوكس، أهلا وسهلا. أنا كبيرة الخدم في المنزل الريفي لأسرة لينوكس وأدعى ميدروكو. عفوا، ما الأمر؟ باتي، لا تعامليها بهذه القسوة، إنها صديقتي الوحيدة. يجب أن تتخلي عنها. القوانين لا تسمح بإدخال الحيوانات إلى المنزل، وعليك احترام قوانين المنزل الذي ستعيشين فيه. قرأت رسالتك يا سيدتي، وأشكرك باسم أسرة لينوكس على عنايتك بالآنسة. كانت هذه وصية والديها المتوفيين، وأنا حاولت أن أنفذها بإخلاص. يبدو لي أنها غير سعيدة بمجيئها إلى هنا. لا أدري ماذا أقول لك، ولكنها هكذا منذ وفاة والديها.
سمعت أن والدتها كانت امرأة جميلة وأن والدها من أكبر ضباط الجيش في الهند. نعم، لقد كانوا أسرة سعيدة ومميزة. يا للطفلة المسكينة، أعتقد أن فقدها لوالديها قد سبب لها صدمة كبيرة. صحيح، ولا سيما أن وفاتهما حدثت فجأة. لقد كانت طفلة سعيدة ومدللة، ولكن بعد ذلك أصبحت حزينة، ونادرا ما نراها تبتسم. تركتني وذهبت من دون أن تعيرني اهتماما. هل تتصرف دائما بهذه الطريقة؟ عندما أقبلها قبل النوم تنظر إلى الجهة الأخرى، وعندما أتحدث إليها مباشرة تصمت كالحجر كأنها لا تسمعني. أنا وأخي جيم نناديها دائما بماري المجنونة. بيني، كم مرة قلت لك ألا تتدخل في حديث الكبار؟ اذهب إلى هناك مع جيم. تعال يا أخي، هيا هيا. العناية بهذه الفتاة لن تكون سهلة، ستسبب لنا الكثير من المشكلات. سنذهب معا إلى الحديقة العامة. هذه المدينة مزدحمة وفيها الكثير من الضجة يا باتي. جيم، أتت السيارة لاصطحابنا. رائع، أبي أرسلها في الوقت المناسب. انتظري يا باتي. باتي. باتي، أين ذهبت؟ باتي. مع السلامة يا سيدتي. أين ذهبت تلك الفتاة؟ يجب ألا أتساهل معها على الإطلاق، بل سأكون صارمة وحازمة. باتي. 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 ما الذي تفعلينه هناك؟ هيا، اقفزي بسرعة. اقفزي ولا تكوني جبانة، لا يمكنك أن تبقي معلقة. انزلي كما صعدتي. يا إلهي، ماذا سأفعل؟ أيها الناس، لقد وقعت في مشكلة، أرجوكم ساعدوني. ما الأمر أيتها الآنسة؟ هذا رائع، أنت من الهند؟ أريد منك أن تحضر قطتي الصغيرة، إنها على سطح البناء. هذا ليس سهلا. ما الأمر يا سيدي؟ هل ستحضرها أم لا؟ حسنا، انتظري قليلا يا آنسة. باتي. حسنا، تعالي إلى هنا أيتها القطة. لا تخافي، فأنا أريد مساعدتك. أحسنت. ها هي قطتك. لقد خفت عليك كثيرا يا باتي. يا لها من فتاة ذهبت من دون أن تشكرني. يا إلهي، أين هي؟ إذا تأخرت فلن نستطيع اللحاق بالقطار. قالت السيدة إنني لا أستطيع اصطحابك معي، لكنني لن أتخلى عنك. سأخذك معي، ولكن عليك أن تبقي هادئة. يا إلهي، الوقت يمضي بسرعة. إذا انتهت هذه الفتاة في شوارع لندن، كيف سأواجه السيد؟ وماذا سأقول له؟ وجدتها، سأخبر رجال الشرطة. آنسة ماري؟ أين كنت يا آنسة؟ كنت أبحث عن قطتي المسكينة. ماذا؟ هل تاهت منك؟ لابد أنك سعيدة بهذا. نعم سعيدة، والآن علينا أن نسرع لنلحق بالقطار. أنا لم أقابل مثل هذه الفتاة الغريبة من قبل. منذ أن صعدنا القطار لم تتفوه بأية كلمة على الإطلاق. أيتها الآنسة، ما رأيك في أن أحدثك قليلا عن المكان الذي ستعيشين فيه؟ هل تعرفين شيئا عن عمك السيد كوربين؟ لا. ألم يكن والداك يذكرانه أمامك؟
أبدا. هذا غريب جدا. على كل حال المنزل يقع بعد قرية موا بعدة كيلومترات، فيه نحو 100 غرفة، لكن معظمها مغلق، وهنالك حدائق كبيرة تحيط به، لكن ليس هنالك أي بيت بالقرب منه. إنه منزل وحيد وحزين، ونادرا ما يأتي إليه الزوار، ولولا الخدم الذين يتحركون فيه لقلت إنه مهجور. هل كنت تتخيلين المنزل بهذه الصورة؟ لم أتخيله بهذه الصورة ولا بغيرها، لأنني لم أفكر فيه إطلاقا. وهل تظنين عمك شابا أم عجوزا؟ لم أفكر في هذا أيضا، وعلى كل لا فرق لدي إن كان شابا أم عجوزا. أنت محقة أيتها الآنسة. على كل حال السيد صارم ولا يحب المجاملات الاجتماعية. كان في الماضي لطيفا مرحا، لكنه تغير وأصبح متجهما. أتعرفينه منذ زمن طويل؟ أعمل لديه منذ 20 سنة ولم تتغير طباعه. أصبح حزينا بعد أن توفيت زوجته. وهل زوجة عمي متوفاة؟ نعم، توفيت قبل 10 سنوات، ومنذ ذلك اليوم لم أرى السيد يبتسم أبدا. لابد أنك ستقابلين عمك هذه الليلة، ولكن لا تنتظري أن يمازحك أو يتحدث إليك وقتا طويلا. هنالك أشياء كثيرة سأخبرك بها، ولكن دعينا الآن نتناول بعض الطعام. اهدئي. ها؟ ماذا؟ لا شيء. ها؟ ما الذي فعلته؟ لسعتني إحدى الحشرات. أنا آسفة. ماذا؟ حشرة تفزعك؟ سأذهب الآن لتنظيف هذا الثوب المتسخ. كدت أن أكشف. كان عليك أن تظلي هادئة كما اتفقنا يا باتي. إنها جائعة جدا. هيا يا باتي بسرعة قبل أن تعود. نعبر الآن قرية سويد، وسندخل موا بعد 10 دقائق. أملاك عمك تشمل معظم مساحة أراضي القرية. هل هي مساحة واسعة؟ سنسير فيها 8 كيلومترات، وكل ما ترينه على مرمى نظرك هو من أملاك عمك. هل حدث لك مكروه؟ أشعر أنني أسمع صوت البحر، وهذا يزعجني كثيرا. سافرت في البحر زمنا طويلا، ولهذا تسمعين صوته، لكن هذا هو صوت الريح التي تمر فوق موا. لا أرى أشجارا في هذه السهول. إنها أراضٍ جافة تنمو فيها النباتات الرعوية والقليل من الأشجار. سامم الأمر، لماذا توقفت؟ آسف يا سيدتي، انظري، قطيع الأغنام يعبر الطريق ويغلقه أمامي. هيا أيتها الأغنام أسرعي. هاي ديكون، كيف صحتك هذا اليوم؟ ممتازة، شكرا لك يا سامو. لقد كذبت علي وخدعتني طوال هذا الوقت. كيف تجرأت على فعل ذلك؟ سيدتي، قلت لك إنني لا أستطيع التخلي عن باتي. لن تدخل البيت أبدا. هذه قوانين عمك وعليك احترامها. عمي لا يضع هذه القوانين السخيفة. ماذا؟ أتريدين القول إنني كاذبة؟ هذه إهانة لن أسامحك عليها، وعلى كل أنا المسؤولة عن تطبيق النظام داخل المنزل، وعليك أن تطيعي أوامري. تعالي. ريحة الزي قطت عني.
لابد أنك الآنسة التي جاءت من الهند لتعيش في المنزل الكبير. ديكون، اقبض على تلك القطة الشريرة، هيا بسرعة. مياو مياو. ما اسم هذه القطة الجميلة يا آنسة؟ اسمع، لا علاقة لك باسم قطتي، ثم إنها لن تطيعك مهما فعلت، فهي لا تطيع أحدا سواي. حسنا، سوف نرى. مياو مياو. كيف فعلت هذا؟ باتي، لا تذهبي إليه، لا تذهبي. باتي، هذا هو اسمك إذن. ديكون، هذه القطة أصبحت لك. إنها لي. لقد أصبحت لك، فافعل بها ما تشاء. لا، باتي صديقتي، أعدها إلي حالا. ديكون، خذها واذهب بسرعة، هيا. حسنا يا سيدتي، شكرا. باتي، أعد باتي إلي. باتي باتي، أرجوك لا تأخذ باتي، أعدها إلي. ارجعي إلي يا باتي. هيا يا سامو لنذهب. هيا. لا أحب هذه السيدة القاسية، ولن أحب ذلك المنزل الذي سيضعونني فيه، ولا ذلك الولد الذي أخذ قطتي. لا أحب هذا المكان أبدا أبدا. هذه هي حديقة المنزل. ها هو منزل السيد كوربين، وقد بني قبل نحو 600 عام. وأخيرا وصلت معه. إنه السيد بيتشا مساعد عمك. السيد كوربين لن يقابلك. سينام باكرا، فغدا صباحا سيسافر إلى لندن. سيدة مدروكا، السيد يحب الهدوء، فاهتم بهذا الأمر. كما سمعت أيتها الآنسة الصغيرة، عمك لن يقابلك اليوم. اسمعي، هو يحب الهدوء في منزله، لذا علينا احترام رغبته. هيا اتبعيني. غدا سنبدأ يوما جديدا، وسأعرفك قوانين هذا المنزل. أما الآن فهذه هي غرفتك، ادخلي إليها واستريحي، لابد أنك متعبة من السفر الطويل. تصبحين على خير. مرحبا يا أنسة ماري. أهلا وسهلا بك، هذه غرفتك، أتمنى أن تعجبك. يمكن أن تبدلي ملابسك، ستجدين في الخزانة ملابس مريحة.
آسفة، لم أعرفك بنفسي. أنا خادمتك مارسا. هل ترغبين أن تأكلي شيئا؟ لا أريد أن آكل. ولكن يا آنسة أنت مزعجة. هيا اخرجي. أسرعي، أريد أن أبقى وحدي. حاضر. تصبحين على خير. سعيدة برؤيتك. كيف وصلت إلى هنا ولم تضل الطريق؟ لابد أن ذلك الولد قد رماك. حسنا، ديك ولد سيء ولن أسامحه أبدا.